السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعاتي حبيباتي فانزاتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وحشتوني جدا جدا. كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم عليكم وعلينا يا رب العالمين. ربنا يعود علينا وعليكم الايام بالخير يا رب، اللهم امين. كده ان شاء الله معانا بقى روتين جولة كده في المطبخ بعد شوية تغييرات بسيطة كده وحاجات كده صغنطوطة عملتها في المطبخ. شوية تغييرات بتكاليف قليلة جدا جدا، غيرت شكل المطبخ جدا، حسستني ببهجة رمضان. حاجات بسيطة قوي 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 فرقت في شكل المطبخ، هتشوفوها معايا النهاردة ان شاء الله في الجولة بتاعتنا. آه عايزة اقولك النهاردة انا كل الحاجات اللي عملتها في المطبخ دي ما كلفتنيش اي حاجة. هقولك على الاسعار كلها دلوقتي بس بعد ما نشوف عملنا ايه. دي اول حاجة الترابيزة طبعا اللي انتوا عارفينها اللي هي جنب الحوض. جبت لها كده مفرش خيامية مشمع عادي خالص. اصلا انا حطيته كمان على المفرش اللي هو القديم، يعني ما شلتش القديم وحطيته، لا حطيته عادي خالص على المفرش اصلا بتاع الترابيزة اللي تحت. غير شكل الترابيزه وخلاها شكلها حلو قوي قوي. المفرش ده انا جبت منه، هو المتر كان عامل 10 جنيه، رخيص جدا. جبت منه حوالي 2 متر او مش، ما كانش 2 متر بالظبط، كان حوالي متر و70 ده اللي كان في الرول. فكمان ما شاء الله عملت الترابيزه وفاض كمان قطعه حلوه قوي هعمل بيها ان شاء الله للصاله شويه. يعني هعمل في الصاله بقى كمان مفارش للترابيزات، يعني هتشوفوها ان شاء الله معايا برضو بس مش في الجوله دي ان شاء الله، واحنا بنعمل روتينات رمضان باذن الله. دخلنا بقى على الرخامه. ده نعناع اخضر انا جبته كده وحطاه في الكوبايه عشان ان شاء الله في اول يوم رمضان واحنا بنعمل بقى اكل رمضان هحتاجه، فقلت هخليه كده ولما عاوز منه اخد منه، هو لسه مرعرع كده وجميل. هنا دي الرخامه، ده ستيكر لزق عادي خالص. جبت منه الرول كان 5 متر، انا جبت 2 رول على اساس ان انا خفت ان الرول الواحد ما يكفيش، لكن الحقيقه الرول الواحد كفى وزياده جدا. الرول كان 5 متر ما شاء الله، عمل معايا الرخامه وهتشوفوا عمل معايا حاجات كتيره جدا وسعره رخيص جدا جدا هقولك عليه دلوقتي. شكل الرخامه بقى جميل، لزقته عادي خالص زي ما بتلزقي الاستيكر، وفي فيديوهات كتيره جدا على اليوتيوب بطريقه لزق الاستيكر، طريقته سهله وبسيطه قوي، ما اخدش حقيقي اي وقت ولا مجهود، بس حقيقي غير شكل الرخامه تماما. ومن نفس الاستيكر قطعت كده الصور اللي هي بكار وجده دي، قطعت منها بقى بالمقص كده كام واحده وقلت اعلقهم. يعني مش شرط ان انت يبقى في مغالاه في ان انت تعملي ديكورات رمضان، انت ممكن باقل حاجه تعملي ديكورات رمضان. يعني مش شرط تجيبي الحاجات الجاهزه اللي بتتلزق دي، لا انت ممكن انت تقطعي انت بنفسك اشكال وتعمليها. الموضوع سهل وبسيط جدا وهي حاجه كده مفرحه وجميله عشان خاطر رمضان. كل سنه وانتم طيبين. يعني عايزه اقول لكم كل اللي انا عملته ده عملته برول واحد بس من الاستيكر. عملت الرخامه وهتشوفوا كمان معايا عملت بيه ايه. عملت بيه تجديدات في المطبخ غيرت نفسيتي تماما، عشان واحنا واقفين بقى كده بنعمل اكلات رمضان الجميله والحاجات الحلوه بتاعه رمضان تبقى حاجه كده تفتح نفسنا. هندخل بقى على رقم 3 وهي البوتاجاز. شايفين شكل البوتاجاز بقى تحفه. عايزه اقول لكم ان انا حاطه الاستيكر ده على الاستيكر بتاع اصلا البوتاجاز، انا ما شلتش الاستيكر بتاع البوتاجاز عادي لان هو اصلا كان نظيف جدا، لزقت عليه عادي خالص. ده كده عرض الاستيكر، انا ما قصيتش منه اي حاجه، هو جه على عرض الازاز بتاع البوتاجاز مظبوط جدا. وعملت كمان صينيه رمضان التحفه دي، بس ما حطيتش عليها فوانيس بقى ولا حاجه، لا الصينيه انا عاملاها عشان احط عليها بقى كوبايات العصير طبعا. كل سنه وانتم طيبين. ده كده الشفشق بتاع العصير بتاعي، وعندي كمان واحد زيه بالظبط ازرق عشان بقى ان شاء الله نعمل العصير كده واحنا قاعدين على الفطار وكده يعني. دي هتبقى صينيه العصير بتاعتنا ان شاء الله معانا، هتبقى عصاير بقى رمضان. كل سنه وانتم طيبين. بجد رمضان بهجه وسعاده، ربنا يا رب يدخله علينا وعلى كل امه الاسلام بالخير واليمن والبركات يا رب، يدخل على كل البيوت وهي فرحانه وسعيده، اللهم امين. حاجه بسيطه بس بتفرحنا، حاجه بسيطه بتغير نفسيتنا بجد وبتخلينا فرحانين قوي قوي قوي. يعني باقل الامكانيات ممكن تغيري في مطبخك، مش شرط تجيبي حاجات غاليه. انا ما جبتش بقى على فكره يعني حاجات النور والحاجات دي كلها. انا يعني عندي مشكله ان انا يعني ابو ملك عندي ما بيحبش يدق مسامير في الحيطه، وعشان اجيب الحاجات اللي هي بتاعه النور دي هضطر ان انا ادق في الحيطه مسامير والكلام ده، وانا بصراحه هو مانع الموضوع ده خالص ان احنا ندق مسامير او الكلام ده. وانا بقى بصراحه مش حابه ان انا اعمل حاجات كتير، انا حبيت اعمل حاجات رقيقه وبسيطه ويعني على قد الايد جدا جدا جدا، وتفرحنا كده في رمضان وتبقى حاجه كده خاصه برمضان جميله ومن غير اي مصاريف خالص والله العظيم. وعايزه اقول لكم الرسومات الصغننه اللي انا قصاها دي قصيت منها كمان 2 على التلاجة، ان شاء الله ابقى اوريهم لكم، بس برضو نسيت النهارده اصورهم معلش من اللخبطه لان الفيديو ده اتاخر جدا سامحوني.
معلش هو جه في وقت انا عارفه كان المفروض اصوره قبل كده، بس معلش سامحوني والله كان عندي شويه ظروف وانتوا عارفين. عايزه اوريكم بقى الرول اهو. ده الرول، انا كنت جايبه 2 رول على اساس خفت ان الرول الواحد ما يكفيش، لكن الحقيقه هو الرول كفى وزياده وعمل لي كل حاجه انا عايزاها. الرول ده عامل 35 جنيه 5 متر، 5 متر عاملين 35 جنيه. لكن الحقيقه بصوا كمان فاض معايا منه، يعني ممكن لو حبيت اعمل اي حاجه تاني او اعمل اي اشكال تانية معايا ومتاح جدا ان انا اعمل. وكمان المفرش الخياميه كان متر حوالي 70 فاض منه برضو، ده اللي انا هعمل منه ان شاء الله لترابيزه الصاله وترابيزه التلفزيون ان شاء الله بامر الله. هنشوفها مع بعض في روتينات، في روتينات بقى بتاعت رمضان، التوضيبات والتنظيفات والحاجات دي كلها. انا ما جبتش حاجات كتيره، جبت حاجات على قد ايدي، وحاجات غيرت حقيقي من شكل البيت وغيرت من شكل المطبخ وخلت مطبخي شكله جميل، وخلتني انا سعيده وانا واقفه في مطبخي كده بعمل اكلات رمضان. حسيت بروحانيات رمضان بجد. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يا رب يعيدوا علينا وعليكم بالخير يا رب. قومي لو لسه ما عملتيش، يعني بصي ما خدش مني بالظبط ساعه كنت مخلصه كل الحاجات اللي انت شايفاها دي، ما شاء الله ما اخدش مني اي وقت خالص خالص. بس حقيقي النتيجه حلوه جدا، مرضيه جدا بالنسبه لي، انا فرحانه الحمد لله، مبسوطه بشكل مطبخي. يا رب يكون عجبكم. عايزه رايكم في الكومنتات، تكتبوا لي رايكم الحاجات اللي عملتها حلوه ولا ايه. انا ما رضيتش اكتر قوي، خصوصا ان لون المطبخ عندي احمر كمان، فما حبيتش افور. يعني حسيت ان كده دي حاجات رقيقه وفي نفس الوقت عملت لي جو رمضاني جميل جدا جدا. يا رب الجوله تكون عجبتكم ويا رب الفيديو يكون عجبكم. اتمنى ما تنسونيش من اللايكات وشيروا الفيديو في كل مكان مع اصحابكم واصدقائكم. اشوفكم في فيديو جديد. دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.